أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسمياً أن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري ستجرى على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وحدد البلاغ الصادر عن الجامعة يوم الجمعة 5 شتنبر المقبل بداية من الساعة 8 مساء موعداً لمواجهة المنتخبين، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على الصعيد الإفريقي. ويأتي هذا الإعلان بعد إعادة تهيئة الملعب خلال الأشهر الماضية، ما يؤكد جاهزيته لاستقبال المباراة المرتقبة. وتعد هذه المباراة الأولى للمنتخب الوطني على أرضية الملعب بعد فترة طويلة من إعادة البناء، ما يمنحها رمزية خاصة ويزيد من أهمية حضور الجماهير لدعم الأسود. وتحتاج عناصر المنتخب المغربي إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل رسمياً إلى مونديال 2026، ما يجعل اللقاء فرصة ذهبية لتأكيد التفوق واستعادة الحضور الجماهيري الكبير في قلب العاصمة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.